مثل كل المعابد المصرية القديمة المنتشرة في مصر، بني معبد الأقصر من الخلف إلى الأمام، وبني من الحجر الرملي، والجزء الخلفي ينتمي إلى عصر الملك أمنحتب الثالث، اللي شايفين المناظر بتاعته اللي بنسميه برضه أمنوفيس الثالث اللي هو أبو الملك إخناتون. وده نقش بارز، بس أنا مش عايز أتكلم على إن الملك يقدم القرابين للآلهة ويقدم القرابين المختلفة أمام المركب المقدس والمناظر الدينية. لا، احنا عايزين نلفت النظر إلى حاجة جميلة جدا، إلى فن النقش في مصر القديمة. فلم يترك المصري القديم شيئا يستخدمه في حياته أو مماته إلا ونقش عليه شيئا أو رسم عليه صورة. ومن أجمل النقوش النحت البارز، وهو استخدام الأزميل حول الرسم المراد إبرازه حتى يظهر أعلى من سطح الجدران. المصري القديم الفنان طبق قانون للنسب، فقسم السطح إلى مربعات متساوية رسم عليها الخطوط العامة للجسم البشري، وبناء على نسب معينة بين أجزاء الجسم قام بملء المربعات إلى أن يكتمل العمل. وكان الفنان يتبع منهجا نموذجيا لتمثيل جميع أجزاء الجسم، وكثيرا ما تطلب إظهار التفاصيل برسم الرأس جانبيا والكتفين من أمام والجزء السفلي للجسم جانبيا. وكان الفنان المصري القديم يستخدم المعاجين الملونة في التلوين ومواد لتثبيت الألوان من أجل أن يطيل عمر الألوان.